كاهن طبيعة أسطوري وقوي بشكل خرافي بيتجسد أخيرا في العالم الحديث، ولكنه بيكتشف إن قوته نقصت جدا بشكل وحشي. هو اتولد من جديد في جسم شاب مات بأزمة قلبية وهو عنده 28 سنة، وبعد ما فضل يتنقل في أرجاء الكون لعصور اختار ساحر الطبيعة الأسطوري سيوفيل جسم هش اسمه كانج سي. فتح عينيه فورا في المستشفى ولقى أخوه سيو قاعد جنبه بيعيط بحرقة وبسبب صداع رهيب بتاع حمل ذكريات كانج كلها مباشرة في دماغه. بدأت اللغة تترجم تلقائيا وفهم بالظبط ايه اللي حصل. اتضح ان جسمه الجديد اللي وزنه 370 رطل كان بتاع موظف مكتب عايش تحت ضغط مستمر، والموظف ده قلبه وقف حرفيا بعد ما رمى نفسه قدام سكوتر كهربائي منفلت علشان ينقذ بنت عندها 6 سنين. وبعد ما تقبل هويته الجديدة باسم كانج أدرك انه محتاج يتمرن على اللياقة بكل جهد لو عاوز يفضل عايش، وجرب يختبر سحر الطبيعة القديم بتاعه بتعويذة بسيطة لتفتح الزهور، وقدر يخلي كام زهرة تنبت بسهولة، ولكنه استهلك كل طاقته السحرية فورا. وفي العالم الحديث الطاقة الطبيعية كان بتتبخر أول ما يجمعها، وده بالنسبة لكاهن طبيعة كان شبه حكم بالإعدام. وهو بياخد استراحة على السلم علشان ياخد نفسه، جه سيو يطمن عليه ولسه متأثر جدا من فكرة انه كان هيخسر فرد عيلته الوحيد. وكانج قال له بمنتهى الهدوء انه ساب شغله لان مديره سرق المشروع اللي اشتغل عليه لمدة 3 شهور. الغريب بقى انه كان هادي جدا بخصوص الموضوع لانه لسه بيتأقلم مع المشاعر البشرية المتبقية في الجسم، وبدل ما يرجع يشتغل كان ناوي يبيع شقته ويتنقل للريف علشان يتعافى. والسبب الاساسي انه كان محتاج طبعا يعيش جنب غابة علشان يقدر يجمع الطاقة الطبيعية. سيو افتكر ان شوية زراعة هيكونوا مفيدين ليه، ولكنه ترجاه يرجع ينزل فيديوهات على قناة اليوتيوب المهجورة بتاعته زي كده عمك تركي علشان على الاقل يقدر يطمن عليه من بعيد. وكانج محبش يزود قلق اخوه فوافق على حل وسط وقال له انه هيخلي القناة عبارة عن يوميات من غير ما يظهر وشه، ومش هينزل عليها غير وقت ما يحب. واول ما خلصوا كلامهم قربت منهم بنت فجأة وهي بتعتذر، وجسم كانج كان تلقائيا حبس نفسه، وده فضح ان صاحب الجسم الاصلي كان واقع في حبها تماما. ولكن حدس كاهن الطبيعة العجوز بدأ يطلق فورا اشارات تحذير حمراء. هي حاولت تتصرف بتعاطف وهي بتتكلم عن عمليته، ولكن حسب الذكريات اللي اتحملت في دماغه البنت دي كانت مؤذية جدا، كانت بترمي عليه شغلها كله او تلزق فيه اخطائها، وهو كان فاهم بالظبط ايه اللي بيحصل ولكنه كان بيسكت ويعدلها كل حاجة. وسيو حاول يلفت انتباه كانج وبعدها ودعه لان كان في حد مستنيه. ولما سيو بدأ يمشي البنت اعتذرت ليه ولكنه قال لها ما تقلقش، وكانج فضل باصص لاخوه وهو بيمشي. وبعدها تنهد لحظة ولف للبنت فبان عليها الاستغراب وسألها بنظرة فيها شك هو انت جاية هنا تعملي ايه؟ البنت اتكسفت واعتذرت تاني، وكانج لاحظ انها متوترة بوضوح وبروده المفاجئ اكيد صدمها لانه زمان كان بيكلمها بصوت رقيق ولطيف، وبدأت تتكلم عن شوية حاجات تخص مشروع كان شغال عليه. ولكن كانج رد وقال انه مش فاكر، وفي النهاية هو عمل عملية كبيرة تحت التخدير، ومن الطبيعي يكون في حاجات مش قادر يفتكرها. وهي اتخرست تماما لما قال لها ان كل ده ما بقاش يفرق معاه، وقالت له ان دي مشكلة كبيرة. وبعدها حاولت تقنعه وفضلت تترجاه بصوت لطيف وتقول انها تتورط جدا من غير مساعدته. وكانج لحظة ما لقاش كلام يقوله، وبعدها وصفها فجأة بانها ساحرة نائحة لانه شاف الخدعة الواضحة دي من اولها، وتنهد وقال ان كانج الاصلي واضح انه ما كانش عنده اي ذوق في الستات. وبعدها قال لها انها كانت بتستغله طول الوقت، وسألها لو ما كانتش شايفة ان مطاردة واحد ساب شغله ولسه خارج من عملية تصرف قليل الذوق، خصوصا انها اصلا قادرة تعتمد على نفسها. وصرخت وقالت انها طبعا قادرة ولكنها كانت بتطلب منه المساعدة احتراما للشخص المسؤول. وكان رد وقال انا ما بقتش المسؤول. هي جازت على اسنانها بغضب، وبعدها قالت انها ما قالتش كده غير علشان كانت بتفكر في مصلحته. وسيوفيل تنهد ولاحظ ان المشاعر اللي كانت بتغلي جواه بدأت تهدى، وقال لنفسه ان المشاعر دي تخص كانج وعلشان كده بالذات لازم يقطع علاقته بيها عند الحد ده. ووقف وقال ان ما بقاش في حاجه يتكلموا فيها، وبعدها ضحك وطلب منها بأدب انها تبعت باقي الكلام في رساله، ومشي وسابها
شافها واقفه مكانها وهي صرخت وراه بعصبيه وبتتمنى له الشفاء السريع. وسيوفيل لاحظ انها شاطره جدا في يقول حاجات مش حساها اصلا، وطبعا كان ناوي من اللحظه دي يتجاهل كل مكالمات المكتب. وفجاه طائر نزل ووقف على كتفه وعدى الوقت في المستشفى بسرعه. بعدها ظهر طبق مليان فراوله بتلمع وحاجات كتير حصلت من وقتها. كانج كان بيتمرن بقوه كل يوم، والناس اللي كانت بتبص له بكل احتقار بدات تشجعه. وفي النهايه اتنشر ان اخته مغنيه مشهوره، فناس اكتر بدات تعامله بلطف حتى لو بحاجات بسيطه. والممرضه شرحت له انها جابت الفاكهه دي لانها خفيفه نسبيا على المعده. وكانج مسك ثمره فراوله واخد منها قطمه واندهش من طعمها الجميل، ولما انتشر في بقه مذاق حلو في حموضه خفيفه مع ريحه عطره كان فرحان جدا. وست كبيرة ضحكت وسألته ازاي قدر يخلي الفراولة تبان لذيذة بالطريقة دي، وقالت ان اي حد يشوفه هيفتكر ان دي اول مرة في حياته ياكل فراولة. والحقيقة انها فعلا كانت اول مرة سيوفيل ياكلها، ولكنه غطى الموضوع وقال انه بس بقاله فترة طويلة ما كلش فاكهة ورجع يستمتع بالفراولة وحس كأنه بيتمشى جوه حديقة نباتية. وفجأة رجع للواقع والست سألته من شكله لو كانت الفراولة فيها تراب، وهو قال لها لا، هي بس طعمها جميل للدرجه دي. وكمل اكل وقال انه حاسس بالطاقه الطبيعيه الموجوده في الفاكهه وهي بتدخل جسمه. وبص للثمره وقال انه لقى سبب جديد يخليه يستعجل وينتقل للريف. والوقت عدى بسرعه وجي يوم خروجه من المستشفى، والست الكبيره قالت انها طول عمرها ما شافتش حد عنده اصرار زيه، وبصت له وقالت ان خساره 20 كيلو مش حاجه بسيطه. وبعدها قرصت خده واضافت انه لسه محتاج يخس اكتر. وشكرها كانج على اهتمامها وطلب منها بادب انها تخف بسرعه، وكان بالفعل اداها كميه كبيره من الطاقه الطبيعيه مش هتعالجها ولكنها المفروض تساعدها. وقالت له يفضل يبتسم كده لان ابتسامته بتحسسها هي كمان بالسعاده. وبعدها سالته رايح فين لانها سمعت انه باع بيته، وكانج قال ايوه وبان عليه انه مش عارف يبدا منين. وبعدها شرح لها انه قرر يروح الريف علشان يتعافى في مكان هادي وما يقلقش من دوشه المدينه. وسالها لو كانت سمعت قبل كده عن جبل بايكو. وبعد فتره وصل اخيرا وهو منهك تماما. كانج كان بيعرق ولسانه بره من التعب، ولكن ده كان المكان اللي هيعيش فيه. وتنهد وقال ان الرحله كانت مرهقه ولكن على الاقل كان بعت قبله صناديق النقل. وبدا يمشي ناحيه البيت اللي اشتراه بناء على ترشيح واحد من معارف سيو. واثار الزمن كانت باينه في كل مكان، والحاجات القديمه المتكومه هنا وهناك كانت مديه المكان روح لطيفه، وكأن البيت وكل اللي فيه كبروا في السن مع بعض. وكانج لاحظ ان البيت موجود على منحدر جبل بايكو، ووقف وغمض عينيه وحس بالهواء والطبيعة اللي حواليه. وبعدها قعد وقال ان قرار المجيء للريف كان فعلا اختيار صح، ولكن بدأ يحس بقلق بسيط. كان لازم يشيل كل الحشائش الطويلة ديت، واعترف ان الموضوع يمكن طلع مختلف شوية عن اللي كان متخيله. وفجأة تمتم بجملة بلغة تانية معناها ما تتعثرش في كرسي مش موجود اصلا في طريقك. وكانج قال ان مفيش داعي يقلق من مشاكل لسه ما وصلتش. وبعدها شمر دراعاته وقال ابدأ انظف البيت بقى. ولكن فجأة اكتشف بئر صغير في فناء البيت الخلفي. وبعدها المشهد اتغير وكانج خد استراحة وراح السوق يشتري اكل. المكان كان مليان حركه وكان فيه حتى كلب بيلف وسط البرتقال. وكانج لاحظ ان السوق مليان حياه بشكل مدهش، وسند عجلته على الحيطه وقرأ لافته بتقول ان السوق ده بيتفتح كل 5 ايام. وفجأة شم ريحه شهيه وشاف عربيه اكل، والاكل كان شكله مغري جدا، حتى لفاف السوشي كانت جامده. وسيوفيل عرف ان دي اكلات الشارع اللي شافها في ذكريات كانج، وبدأ ريقه يسيل. والبائعه سالته بلطف لو كان عايز يشتري حاجة. هو رفض وبسرعة مشي وقال انه لازم الاول يرجع الجسم ده لحالته الطبيعية. وبعد شوية راجل عجوز فتح بقه من الصدمة، وكانج كان بيسأله لو كان المحل ده بيبيع بذور. والعجوز سأله بيدور على ايه، وقال ان شكله شبه الكلب الصغير المنفوش اللي بيربيه في البيت. وكانج شاور على ركن في المحل وقال انه عاوز كل اللي هناك ما عدا الطماطم، وطلب بذور من كل الانواع الموجوده. وبعدها ساله لو كان عنده شتلات عنب، والراجل قال له ان عنده شتلات عمرها 5 سنين. وفجاه العجوز لف له وقال ان الوقت متاخر جدا في الموسم علشان يزرع الحاجات دي دلوقتي.
وشرح له انه قلقان ان البذور ما تنبتش اصلا، خصوصا ان كانج بيشتري كميه كبيره، فحب يحذره من بدري. وكانج فرح جدا لما سمع الكلام ده وشكر الراجل على التحذير، ولكنه قال له ما يقلقش، وان في النهايه هو كاهن طبيعه. والعجوز لفله وانبهر بحماسه وضحك وقال له ما يجيش بعدين يشتكي، وبعدها اداله الشنطه. وكانج شال كل الحاجات اللي اشتراها وكان فرحان جدا، ومشي وهو بيودعه بطريقه رسميه زياده عن اللزوم، لغايه ما الراجل بص له باستغراب. والعجوز ناداه تاني لانه كان اصلا بيطلب حاجات اكتر. وكانج لف، فالراجل ساله لو كان فعلا ناوي يشيل كل ده لوحده. وعدى وقت في السوق وضوء الشمس بدا يتغير والضوضاء بدات تهدى، وفي النهايه كانج رجع البيت. وبعد معاناه بسيطه صاحب محل البذور ساعده في نقل الحاجات، والجهل كان اكتر حاجه مغزيه بالنسبه لكاهن طبيعه. وكانج حس بالاحراج بسبب اللي حصل، وبعدها لف وقرر يحط مؤقتا كل المشتريات على جنب علشان يكمل خلع الحشائش. وفجاه ظهر حد قدامه خضه، كان راجل عجوز شايل على ظهره بندقية صيد. وكانج فضل باصص لفوهة البندقية وهو مرعوب، والراجل سأله لو كان ناوي يعيش هنا لأنه عمره ما شافه قبل كده. وبعد شوية كانت البندقية مسنودة في الركن، وكان كانج شغال جنب العجوز اللي قرر يساعده في تنظيف الحشائش. والعجوز لفله ولاحظ حاجة غريبة، كانج ما كانش بيبطل ضحك، وكان دايما على وشه تعبير لطيف. والعجوز حذره ان الناحيه ديت من الجبل دافيه، ولكن لو ما جهزش نفسه من بدري هيتعب جدا لما الشتاء يجي. ده كان الجد المتنرفز قدم نفسه على انه جار كانج واسمه جونج، ورغم انه كان لسه شاكك في كانج الا انه علمه نصايح كتير عن الحياه في الريف. والعجوز بنظراته فضل يدرسه وقال ان كانج ضخم جدا، وعلشان كده افتكروا هيكون شخص مخيف، ولكنه طلع طيب وهادي. واضاف انه بما ان دي اول مره الكانج يعيش في الريف فلازم يفضل يطمن عليه باستمرار. وعدت ساعه والعجوز كان بيفرد ظهره اللي بيوجعه، بينما كانج مرمي على الارض من شده التعب. وفجاه العجوز لاحظ حاجه بسبب انه كان بيدخن بشراهه من سنين، كان دايما بيكح كل ما يقعد او يقوم. وكانج سأله لو كان بطل تدخين، والعجوز رد وقال انه متوقع يفضل مستحمل الكحة دي طول حياته، ولكن كانج عالجه في السر. وفجأة العجوز افتكر حاجة تانية، كان لازم يأكل الحيوانات ويهتم بزرعه. والعجوز جري بأقصى سرعته وهو بيودعه، وصرخ يفكر كانج ما ينساش يصلح السياج بسبب الخنازير البرية وغزلان الماء والا هيملاهم رصاص صيد. وكانج فضل يتفرج عليه وهو ماشي وفكر ان من المضحك ان حد يحذر كاهن طبيعة من الحيوانات. وبعد فترة كانج كان ممدد وبيتفرج على حاجة في موبايله، والدكتور كان بيقول ان نص كل وجبة لازم يكون خضار، و30% بروتين، و20% نشويات. وكانج فضل ممدد وهو بيستوعب كل نصيحة، كان متعود على ده لان كاهن الطبيعة من صغرهم كانوا بيكبروا وهم بياخدوا التعليم والحب من الشيوخ الحكماء. ومن الناحية التانية كان الانترنت ويوتيوب مفيدين بشكل رهيب. وكانج قال ان الدكتور ده عنده فهم غير طبيعي لجسم الانسان، قام وهو بيكتشف طرق تانية تساعد على الهضم. وفجأة سمع صوت صريخ وبص حواليه وسأل نفسه ايه الصوت ده، وبعدها جري ومسك المقشة، وفجأة شاف ظل مخلوق على الحيطة جسمه اتشد، وفضل يتساءل لو كان ده غزال ماء بيصرخ بحرقة. وكانج نزل على ركبته وقال له يقرب ويهدى، هو اتصدم من شدة الرعب اللي كان ظاهر على الغزال، وبعدها ربت عليه برفق وقال وعلى طول استخدم تناغم البرية، وبفضل التعويذة دي قدر يتواصل مع المخلوق. ومع ملمس فرو الناعم بدأت مشاعر الغزال تنتقل لكانج فورا. وكانج تساءل لو كان صغير الغزال في خطر، وبعدها ظهر صغير الغزال من شوية وهو واقع على الأرض وبيصرخ. وكانج جري ورا الغزال علشان يتبعه، والغزال كان بيصدر أصوات وهو بيبص وراه، بينما كانج بيتحرك ببطء شوية، ولكن على عكس الأول بقى قادر يجر معاه جسم سي هيون، رغم إن الموضوع ما كانش سهل خالص. ومع كده قرر إن ما ينفعش يقف دلوقتي لأنه لازم ينقذ صغير الغزال. وفجأة لمح حاجة ورا الشجر، كانوا الغزالين. وكانج نزل على ركبته وسأل الصغير لو كان بخير، وفحصه واكتشف إن الجرح أعمق مما كان متوقع. وبعدها لاحظ حاجة، الغابة نفسها بدت كأنها بتتحرك. هو حس بطاقة الغابة واكتشف
انها بتخزن كميه هائله من الطاقه الطبيعيه. وكانج بص حواليه وقال ان لو ده صح يبقى اخيرا لقاها واكتشف بعض الاعشاب القريبه. وكانج رجع واعتذر عن التاخير، وبعدها حط ورقه نبات على الجرح. وفجأة عالج طفل الغزال وقال له إن كل حاجة هتبقى تمام. والطفل بص لبطلنا بينما حواسه بترجع له بالتدريج. وكانج وقف وهو مرتاح، ما كانش الموضوع غير فخ صغير ورفع عينيه للسما، والشمس كانت بالفعل غربت. وكانج بص للحيوانين وسألهم بيتكم فين بالظبط. والمشهد اتغير لليوم اللي بعد الصبح. كان بطلنا بيضغط جامد على نفسه، وفي الحقيقة كان بيعمل تمارين سكواد وهو بيتابع فيديو إرشادي. وبره كانت قطة نايمة في هدوء بينما صوت صريخ عالي اتسمع فجأة. كان كانج اللي وقع على الأرض من كتر التعب وفخداته مولعة من الوجع. وبعد اللي حصل كان شال طفل الغزال ورجعه لبيته وساب له شوية فاكهة علشان يستعيد قوته. هو وقف وبص للجبل وهو بيدرسه، وكانج افتكر في الأول إنه مجرد جبل عادي، ولكنه اكتشف إن في نظام بيئي غني ومليان بهالة بنفسجية. وتخيل حتى جبل بيفيض بالطاقة، وده خلاه يطمع فيه شوية. وبعدها افتكر إنه كان بيسجل فيديو لليوتيوب بينما القطة كان بتلعب جسمها. وكانج وقف وقرر ان وقت الشغل في الحديقه جه، وبعد شويه كان جاهز كل ادواته وفحص البذور اللي اشتراها. كانت طماطم وعنب وجزر وخس. وابتسم وقرر انه يستعرض قدراته لاول مره من وقت طويل. ولما بيجي الوقت المناسب لكاهن الطبيعه بيخضع لطقس علشان الطبيعه تختاره. وهو بيزرع قال ان اهل العالم ده غالبا فاكرين كاهن الطبيعه نوع من الجنيات او الاقزام. وفجاه وقعت منه المجرفه الصغيره وبدا يعرق بغزاره وحس بالم رهيب في ظهره. والقرفصه بالجسم ده كانت بتستنزفه بدنيا بشكل كبير. وبعدها افتكر انه قضى اليوم اللي فات كله بيجري في انحاء الجبل، ولكنه بص للحديقه ومسك المجرفه من جديد وقال ان مسؤوليته بصفته كاهن طبيعه هي انه يتاكد ان الصغار دول هينبتوا. وبص للقطه وقال لها يلا نرجع للشغل. والبذور الصغيره بدات تدفن نفسها في التربه مصطفى بشكل مثالي. وكانج قال ان وصول البذره لمكانها الصحيح فعل مقدس بيولد الحياه. وبعد شويه جري علشان يبعد القطه عن الحديقه وبعقليه كاهن طبيعه حقيقي. كانج استمتع بفرحه الزراعه لغايه ما اخيرا تنهد، وبعد وقت طويل قعد على الارض وكل حاجه بقت تمام وجاهزه. وبص الحديقه وقال انها طلعت جميله جدا ومد ايده وقال ممتاز. وبعدها اطلق طاقته الكامله وقال انبتي. والبذور بدأت تنمو، وفي غمضة عين ظهرت النباتات الخضراء قدام بطلنا. ويلاحظ كمان ان جسمه بيتعافى اسرع مما كان متوقع. وقال للقطة انها هي كمان اشتغلت بجد، فردت عليه بمواء وبدأ يمشي وهو بيدندن لنفسه لغاية ما لاحظ شخص واقف عند الباب. كان ده الجد المتنرفز، اقصد جانج يعني ولا جونج مش فاكر. هو كح كحة خفيفة قدام البوابة وبعدها ضحك وقال انه ما ينفعش يدخل الا لو كانج عزمه. ولكن كانج اتفاجئ لما جيونج شرح له انه جه علشان يعرفه على حد، وجيونج قال لها تدخل وعرفها على انها عمدة القرية. وكانج تقريبا ما صدقش، والست الكبيرة بدأت تضحك بهدوء وقالت له يبقى انت الشاب اللي جاي من سيول. ووقفوا قصاد بعض وكانج بص لها وهو بيتساءل ليه كانت مركزة معاه بالطريقة ديت. وفجأة سألته لو كان بيربي الطائر اللي قاعد فوق راسه، وقالت انها عاشت عمر طويل ولكنها عمرها ما شافت شخص ماشي وطائر واقف على راسه. وبعدها قالت انها عدت عليه علشان تشوف لو كان في حاجه مضايقاه، وكمان لانها سمعت ان شاب من سيول جاي يعيش في البيت ده. وكانج حك راسه باحراج بسيط وقال لنفسه ان اللي ضايقه كان نظرتها بس لحد، وبعدها شكرها على اهتمامها. وجيونج لاحظ حاجه في الجزء الخلفي من البيت وساله امتى لحق يجهز الحديقه الجامده ديت واللي في غايه الجمال. والعجوز كان منبهر وسأله ازاي البذور اللي زرعها نبتت بالسرعة ديت. وكانج حاول يفسر الموضوع وقال انه في الحقيقة زرع شتلات جاهزة. الطماطم والعنب كانوا فعلا شتلات وعقولات، فعلشان كده ما شكوش في حاجة. والست الكبيرة قالت له انها كانت متوقعة انه بما انه جاي من سيول مش هيعرف يزرع غير خس. وبصت لكانج فشرح لها انه محتاج يخس. فالست قالت ان شكله حتى دلوقتي من النوع اللي الستات تفضل تجري وراه.
وجيونج اتدخل وسأله لو كان محتاج حاجة تانية وحك دقنه وهو بيتساءل طفل جاي من المدينة ممكن يعرف ايه اصلا عن الحياة في الريف، وبعدها قال له ما يتكسفش ويقول اللي محتاجه وهم هيساعدوه. وكانج اتوتر شوية وفضل يفكر في طلب مناسب، وبعدها سأل لو كان ممكن يطلب منهم خدمة. والمشهد اتغير بعد كام ساعة. فجأة أعلن واحد من عمال البناء إن كل حاجة خلصت وبقت في أفضل حال، وكانج انبهر باللي قدامه. كان بيت زراعي بلاستيكي لمحاصيله، وعمدة القرية مدحت عمال البناء لأنهم خلصوا بسرعة رغم إنها طلبت منهم يجوا في آخر لحظة. وجيونج سأله لو كان ده اللي محتاج مساعدة فيه، فكانج أكد له إن ده فعلا المطلوب. وفوق كده كان كانج ناوي يزرع أنواع مختلفة من نباتات الزينة، وبعضها ما كانش بيستحمل المطر. وعمدة القرية قالت إن عندها زهرة أوركيد في البيت عندها بتدبل، فكانج وافق إنه يبص عليها. وبعد ما خلصوا كلامهم ودعهم جيونج لأن وقت إطعام الحيوانات كان قرب. والست الكبيرة قالت له إنه لازم يزرع كل حاجة صح، لأن لو المشروع نجح الفلوس كلها هتدخل جيبه، وهكذا. ومن غير أي مقدمات بقى عند كانج بيت زراعي بلاستيكي خاص بيه. ودخل وهو ماسك تليفونه، وكانج سأله وقال هل الصورة واضحة عندكم؟ وكمل هو بيشرح إنه حط النباتات الحساسة أكتر جوه المكان. وبعدها قرر يوقف التسجيل شوية، وأول ما نزل على ركبته مد إيده وأطلق طاقته وهو بيقول دوران، وبدأ التربة يتحرك. دي كانت تعويذة بتنشط الكائنات الموجودة جوه التربة. وكانج مسك شوية تراب وقال لنفسه إن بقاله وقت طويل ما شافش تربة حية كده. وخلال حياته ككاهن طبيعة كان المكان اللي عاش فيه موجود في قلب غابة من أشجار البلوط، والمحاصيل اللي اتعود عليها كانت أشجار الفاكهة والزيتون وكروم العنب وأشجار التفاح. وقلب كانج بدأ يدق بسرعة بمجرد ما فكر في كل الحاجات اللي ممكن يزرعها هنا، وتساءل لو كان المفروض يزرع أعشاب طبية. وبما إن معلومات الإنترنت ليها حدود، فقرر إنه محتاج يشتري شوية كتب. وفجأة تليفونه بدأ يهتز، كان إشعار بتعليق على اليوتيوب. وكانج اتصدم من عدد التعليقات الهائل لغاية ما قرأ تعليق بيسأله لو كان فعلا كاهن طبيعة، ففرح جدا وإن الفيديو كان شخصي جدا. وكان بيتساءل مين أصلا ممكن يتفرج عليه، ولكن الناس برضو انجذبت للقصة الحقيقية. كان كأنهم بيشاركوا بنفسهم في كل خطوة، وكانوا بيفضلوا وبيستمتعوا وأحيانا بيحزنوا وبيتخانقوا وبينتقدوا بقسوة. وكانج أدرك إنهم بيستخدموا كل ده كوقود علشان يغيروا نفسهم، ولف لقطة وقال زي ما توقعت. وكانج كان سعيد جدا إنه قرر يجي المكان ده. والمشهد اتغير لصباح اليوم التاني. كان بطلنا مصدوم من حاجة، وزنه نزل من 150 كيلو ل 129 كيلو، يعني خسر اجمالي 21 كيلو. وكانج قال انه لو فضل عايش بالطريقه دي صحته هترجع في وقت قصير. وفجاه القطه فضلت بصاله، وكان كانج بيسجل فيديو عن روتين اليوم اللي هيشمل ري الحديقه وزياره العجوز اللي ساكن جنبه. وفي نفس الوقت قرر يعمل فقره اسئله واجوبه، وبدا يقرا التعليقات. واول سؤال كان يا كاهن الطبيعة طولك كام؟ وجسمك شبه مقاتلي الفنون القتالية المختلطة بالظبط ولا ايه؟ وكانج شرح انه طوله 184 وان وزنه الحالي في نفس النطاق تقريبا. والسؤال اللي بعده كان عن الثقوب الموجودة في اوراق البريلة في الفيديو السابق، وبيسأله لو كان مش بيستخدم مبيدات، وقال انه فعلا مش عاوز يستخدم مبيدات زراعية او حشرية لانه في النهايه هو اللي هياكل النباتات دي. وبعدها افتكر وشرح انه هيستخدم النعناع لطرد الحشرات. وانهى فقره الاسئله والاجوبه وشكر الكل. وفجاه سمع صوت صريخ عالي، وكانج بص في كل الاتجاهات وهو بيدور على الصوت المألوف، ولمح ظل حيوان وبعده شخص بيجري. كان ده غزال الميه بيعدي من جنبه باقصى سرعته. والراجل صرخ في كانج وقال له ما يفضلش واقف كده. وكانج اتجمد في مكانه وما قدرش يتصرف. كان العجوز اللي كان بيجري ورا الغزال وهو غضبان جدا. وبطلنا بص لبندقية جونج، وبعدها فضل يتفرج عليه لغايه ما اختفى في المسافه. وفجاه استوعب اللي بيحصل وسأل وقال ايه اللي حصل دلوقتي؟ غزال الماء كان في خطر. وفجاه سمع صوت طلقه، وكانج صرخ وقال استنى، لكن جونج ما كانش سامعه. وبدات رجول كانج تلمع وهو بيستعد للتصرف، واستخدم مهارة التقييد ولف الجذور حوالين
بين رجول جونج والعجوز لف في صدمة وهو لسه محتار، وكانج قرب منه وجيونج بص للجذور وسأل هي ظهرت فجأة منين، وبعدها لمح الغزال وهو بيتصرف بعصبية من جديد، وكانج فكر في خطة أفضل وصرخ وقال الغزال ده حيوان الأليف، وجيونج سأله لو كان بيستهبل عليه، ولكن كانج قال إنها الحقيقة وأضاف إنه أنقذه قبل كده من فخ. وكانج نزل على ركبته ونادى الغزال علشان يثبت للعجوز انه بيقول الحقيقه، والاتنين فضلوا باصين لبعض للحظات، والمفاجاه ان الغزال جري ناحيه كانج بحماس، وجيونج سأل لو كان المفروض يفرح بده، خصوصا ان الغزال دمر حقل البطاطا بتاعه كله، وبعدها امره يحط له طوق، وكانج سمع كلامه ونفذه من غير ما يجادل، وجيونج مشي، ولكنه وضح ان الرصاص اللي معاه كان في شنك، وانه مهما بان متنرفز فهو عمره ما بيصطاد الصغار. وقال كمان ان في موسم محدد لصيد الغزلان، وفوق ده كله كانت عمدة القرية عاملة جيلي من البلوط، وده كان السبب الحقيقي اللي خلاه ينادي عليه. وجيونج شرح ان الجيلي معمول في البيت وطعمه جميل جدا لما بيتخلط بشوية خس وصلصة حارة، وبعدها ودعه وقال له ياخد الحيوان ده ويرجعه بيته. وكانج تنهد براحة ولف الغزال وحذره لو قربت تاني من بطاطا الجد فانت هتقع في مشكلة كبيرة، وسقف بايديه لما افتكر حاجة وطلب من الغزال يقف ثابت للحظة، وفجأة ظهر منديل مربوط حوالين رقبة الغزال، والغزال لف حوالين نفسه بفرحة شديدة، بينما كانج بيتأمل شكله الجميل وبيتأكد ان اي حد هيشوفه هيعرف ان ليه صاحب. وبعدها اتسمع صوت كانج من بعيد وهو بيقول دلوقتي هنروح ندور على امك، والمشهد اتغير لبيت جيونج كان بياكل نوع من الفطاير، وجيونج فكر في نفسه في موضوع تربية غزال ماء، وفي الحقيقة هو مش قطة ولا كلب، ولكن في النهاية كانج ولد طيب. والعجوز تنهد وظهرت على وشه ابتسامة خفيفة وقال فعلا ولد غريب جدا. وفجأة ظهر شخص بيقرب، كان ده هو كانج اللي ساب الغزال في البيت ورجع على طول. بعدها سمع حد بينادي يا اخويا، وهو بص ناحية مدخل البوابة ولقى شخصين مستنيينه جوه العربية، كان ده سيو بيلوح له وشرح انه كان عنده شوية وقت فاضي فقرر يعدي عليه وعرفه بالشخص اللي جنبه، وقال ان ده هو مديره الميداني. وكانج انبهر لانه هو اللي رشح له البيت، وكانج حك راسه ورد ان البيت فعلا كان ملك لجدته. وسيو سأله عن الحياة في المكان، فكانج قال انه بيحبها جدا خصوصا هدوء المنطقة، ودخل وقال لهم اتفضلوا ورايا. وسيو والمدير اتفاجئوا حتى عين اخو كانج بدأت ترف، وقدامه كان البيت واضح انه لسه مش مكتمل. وسيو نادى على كانج وقال له انه مهما بص عليه فالبيت شكله شبه بيت مسكون، وكانج شرح انه نضفه بس مؤقتا وانه هيعمل التجديدات بعدين. والمدير قال ان الوضع مبالغ فيه شويه، ولكن سيو لاحظ حاجه وسأل لو كانت ديت احواض الزراعه اللي ظهرت في الفيديو، والاتنين بصوا عليها ولاحظوا ان شكلها مش وحش خالص. والمدير مدح الطريقه اللي خلت المكان يبقى جميل كده. وفجأة كانج لاحظ ان الدموع بتنزل من عيون المدير فسأله لو كان بيعيط، والمدير شرح وقال ان رؤية شخص عايش في البيت ده من جديد اثرت فيه لان جدته كانت دايما بتقول ان المكان ده مبارك. وبعدها قال انه بجد بيتمنى ان كانج يفضل بصحة كويسة وهو عايش هنا. وسيو نادى على اخوه وقال انه شاف البيت الزراعي وسأله لو كان ممكن يشوفه، وسيو راح يتفرج عليه. والفترة طويلة سيو فضل يجري في المكان كأنه بيكتشف كل ركن في البيت، وكانج لاحظ انه متحمس جدا، ويمكن السبب انه اخيرا شايفه بصحة احسن بعد وقت طويل. وقبل ما ياخدوا بالهم الشمس بدأت تغرب، وكان سيو قاعد بالفعل جوه العربية وقال ان المكان عجبه، واضاف كمان انه بقى دلوقتي مرتاح اكتر، وانه ما كانش متوقع ان كانج هيعرف يتصرف كويس كده. وبما ان المكان بقى ملك كانج فقال انه في المرة الجاية هيجيب باقي الاعضاء معاه، وعلشان كده الافضل انه يجدد المكان. وكانج ضحك ووافقوا، وبعدها نادى اخوه وشكروا انه جه وطلب منه يرجع يزوره قريب مع المدير. والمدير رد وقال انه اكيد هيرجع. وسيو ابتسم ابتسامة خفيفة وطلب من كانج يهتم بنفسه، وقبل ما يمشي قال له ان فيه هدية هتوصل قريب. والعربية اتحركت وسيو لوح له وهو بيقول انه هيعرف الهدية لما توصل. وكانج فضل يتفرج على اخوه وهو بيمشي
كانجي محتار وفضولي ومع بقاء اللغز الغامض. من غير إجابة استقر ضوء الشمس الدافي ورا صوت المحرك البعيد، وآخر حاجة حصلت في اليوم ده كانت إن كانج قرر يسمي الغزال بونجول. والمشهد اتغير لجنجام في كوريا الجنوبية جوه شركة ارفي انترفنت، وكان ده هيسو المغني الرئيسي في فرقة الشباب وان دايركشن، وظهر عليه الرعب بسبب حاجة حد بيوريها له على الموبايل. وجيروم الراقص الرئيسي تساءل ايه سبب الصرخة المفاجئة ديت، وكان ليو قائد الفرقة ومغني الراب فضولي هو كمان. وفي الخلفية ظهر سيو وهو بيضحك بهدوء والموبايل في ايده وشاور على الشاشة اللي كانت بتعرض ياركا. هو كان المغني المساعد في الفرقة، وليو سأله ليه بيتفرج على حاجة زي ديت، فسيو شرح له ان دي قناة اخوه. وفجأة حد قال دي راحة نفسية، وسأل لو كانت ديت القناة المقصودة، وكان ده كاي المغني الفرعي وكان بيتفرج هو كمان. وشرح بإحراج بسيط ان مشاهدتها مريحة وانه بينام بسهولة جدا وهو بيتفرج عليها. وهي سؤال ان اخو سيو على اي حال ماهر جدا، والاطباق شكلها جميل وطريقة زراعته بتخلي كل حاجة شكلها شهي. وسيو اللي كان لسه مش مقتنع تماما سأله لو كان كانج ممكن يوصل ل1,000,000 مشترك، وبعدها قال لهيسو انه هياخده معاه في الرحلة الجاية. وفجأة هيسو اتفاجئ وطلب من سيو يستنى لحظة، وسأله لو كان اخوه كانج بالصدفة بيربي غزال مائي هو كمان. وسيو بص للشاشة بتاعت هيسو وهو محتار وتساءل ايه اللي قدامه ده. والمشهد اتغير للغزال اللي كان عامل تعبير غريب بوشه، وكان كانج مرهق جدا لدرجة انه بالكاد قادر يتكلم. ورجع يمشي وسأل الغزال لو كان اسم بونجول عجبه فعلا. وهو ماشي بقى شرح ان المخلوقات اللي بتدوق طاقة كاهن الطبيعة بيكون اسهل انها تدخل معاه في حالة تناغم، ومنح اسم المخلوق هو فعل بيربط العلاقة دي بقوة. وبدأ حبل غير مرئي يتكون بينه وبين المخلوق الصغير. والحياة المطلقة دي مش بتقتصر على الكائنات اللي تتنفس وتجري بس. وفجأة كانج لقى حاجة كانت شجرة عملاقة محاطة بالاوراق، ونفس الحقيقة المطلقة بتنطبق عليها هي كمان. وكانج لمس الشجرة عرفها بنفسه، وبدأت عينيه تلمع باللون الأخضر، وسألها تحبي تبقي الأورين بتاعتي؟ ومن العصور القديمة كان كهنة الطبيعة بيسموا النباتات اللي بيرتبطوا بيها عن طريق مشاركة طاقة الطبيعة باسم أورين. والأورين بتبقى عيون ودان الغابة بالنيابة عن صاحبها. والموضوع كان شبه تحديدا حدود المنطقة. وبما إن كانج اشترى كل الأرض لغاية الجبل الموجود ورا البيت، فكان محتاج نقطة يحولها لمركز لمنطقته. وكانج اختار أكبر شجرة صنوبر في المكان علشان تبقى الأورين بتاعته، وحك راسه وقال لها اتمنى نتفاهم مع بعض من دلوقتي. وعد شويه وقت، وفي النهايه كانج خلص مشيه مع بونجول وتساءل لو كان المفروض يزور عمده القريه. وفجاه لاحظ حاجه وكانج اتخض واكتشف ان الارض كانت متقلبه ومحفوره، ولمس الحفره اللي موجوده في الارض وحلل الموضوع، وادرك ان اللي عمل كده مش حيوان بري، وانه زي الفخ السابق في حد بيتعدى على الارض ديت. وكانج ما كانش يعرف مين الشخص، ولكنه كان مصمم يعلمه درس. وسي هيون أدرك إيه اللي لازم يعمله، ومنذ قديم الزمان الطريقة الصحيحة لحل أمور زي دي كانت تقديم بلاغ للحاكم المسؤول عن المنطقة. وكانج فتح الباب وهو بيصرخ ويقول يا عمدة القرية. وفجأة اتجمد في مكانه وهو محتار، لمح الست من بعيد وهي كمان اتفاجئت بوجوده. والسبب اللي خلى كانج يتجمد ان اللي قدامه كانت عجلة كهربائية تمنها 5,000,000 ون. والست شرحت انها كانت رايحه بيته، وشالت النبته وقالت انها كانت رايحه له بسببها، لانها مش فاهمه ليه بقت كده رغم انها بتسقيها بنفس الطريقه المعتاده. وطلب منها كانج ما تقلقش، وخد النبته منها. وبعدها افتكر السبب اللي خلاه يجي يدور عليها اصلا، وفعل وضع الابلاغ بنجاح. وبعد فتره كانت العمده بتشرب الشاي بينما كانج بيكمل شرح اللي حصل. كان واضح ان كل اللي عملوه يعتبر مخالفه لقانون حمايه الحياه البريه. والست خبطت فنجانها على الترابيزه وقالت ان حتى الامساك بيهم متلبسين في المكان مش بينفع، وشرحت
ان الربيع اللي فات مسكت نفس الاشخاص وهم بيهربوا بالعربيه ومعاهم براعم اوريليا، وكانج ما كانش مصدق. قالت انهم هربوا مستغلين حجه ان ما تقدرش تثبت ان اللي معاهم كان فعلا براعم من النباتات، وفكرت شويه وبعدها قالت ان الحاله دي محتاجه المره دي اعلان حاله طوارئ، وبدات تدور على حاجه في شنطتها. وبعدها طلعت جدول اجتماع القريه الاولى في المنطقه الشرقيه، وكل اللي عليه انه يروح لمركز المجتمع الليله، وهيكون في كمان حفل ترحيب بيه. وكانج اتلخبط شويه وفضل يتساءل عن طبيعه اجتماع القريه ديت. وفي الليله ديت جوه مركز المجتمع بالمنطقه الشرقيه كانت في حفله مليانه حياه، وكان في راجل بيدندن بصوت جميل جدا رغم انه كان سكران. وبعدها بدا يتحمس اكتر، وكان في ست كان بتمدح شكل كانج وبتقول له يجرب ياكل حاجات اكتر. وكان جيونج بيشرب مرقه الشوربه وهو بيسمع كلامهم، وكانج كان محاط بكل الاكل اللي بيقدموه ليه، وفضل يتساءل هل ده فعلا اجتماع قريه. وهكذا بدا اجتماع القريه الاولى في المنطقه الشرقيه، وكان الكل قاعد في اوضه واحده، وست اعلنت انها تبدا الاجتماع رقم 12 لقريه المنطقه الشرقيه، فالكل سقف. وبعدها بدأوا يناقشوا الحاجات اللي حصلت في القرية من قريب، واتكلموا عن وجود حد بيسرق من القرية، وإن في حاجات اتحفرت ورا بيت الشاب الجديد. والكل بدأ يناقش الموضوع، وقالوا إن المجرم مش هيسلم نفسه بسهولة، واقترحوا يعملوا دوريات منتظمة لمراقبة القرية. والست سألت لو كان عند أي حد اعتراض، والكل قال إن مفيش، وإن اقتراح زميلهم عجبهم. والست قالت يبقى اتفقنا هنبدأ تنفيذ الخطة من بكرة. وفي ناحية تانية من الأوضة كان بعض الرجالة الكبار لسه بيشربوا وبيستمتعوا بوقتهم، وبطلنا قال لنفسه إن الناس هنا فعلا بيحسموا الأمور بسرعة. ومدير المجلس الرياضي سأله لو كان هو الشاب اللي اتنقل القرية قريب، وبطلنا اتكلم مع المدير اللي قال له إنه سعيد بمقابلته، وسأله لو كان هو اللي جاب الكعكة، وكانج قال انه فعلا اللي جابها وان دي اول مرة يقدم نفسه رسميا للناس. والمدير قال ان الكعكة ممتازة، فكانج فرح وكمل كلامه وقال ان كانج هيبقى مصارع سومو مثالي، وده خلى بطلنا يتوتر شوية. والست قالت له انه ما يضايقش الشاب لانه لسه عامل عملية من فترة قريبة. والمدير بص للست وقال ان عنده موهبة وامكانيات رهيبة، ولكنها قالت له يبقى عنده شوية كسوف ويركز في تدريب المصارعين اللي عنده اصلا. وكلب صغير قرب من بطلنا وبدأ يشم ايده ويلحسها، فكانج اتخض وسأل الكلب ده بتاع مين؟ فالمدير قال ان اسمه بادو، وطلع بادو وقعد في حضن كانج. فالكل اتصدم وقالوا ان بادو في العادي بيتوتر حتى لما يكون جنب صاحبه، وانهم مش مصدقين انه قاعد في حضن كانج كده. والمدير حس بالخيانة شوية وقرب علشان يكلم بادو، ولكن الكلب زمجر له بعصبية. وهكذا وسط ترحيب الكل الدافي انتهى اول اجتماع لكانج في القرية. وبعد كام يوم وفي يوم مشمس كانج بدأ يصور فيديو، وقال انه اختفى لفترة لان كان عنده حاجات كتير يهتم بيها، ولكنه رجع بخبر حلو. هو قدر يخرج من مرحلة السمنة المفرطة وخس 5 كيلو كمان، وكمان خد اذن انه يعمل يوم مفتوح مرة كل اسبوع. وعلشان كده كانج قرر انه هياكل لحم البقر الليلة وهو ريقه بيسيل، وقال انه خلاص مش قادر يمسك نفسه وان نفسه فيه جدا. كان مجهز الخضار اللي زرعه بايده علشان ياكله مع الوجبه، وكانج حط الكاميرا جنبه وبدا ياكل وجهز اللفه كامله خس واوراق بريلا ولحم الجاموسه وتوم. والريحه الشهيه اللي كانت كأن روح نار بتلمس جلد كانج فضلت في بقه. وبعدها انتشرت العصاره الغنيه كأنها ميه نبع ماشيه وسط غابه عميقه، والخضروات المختلفه اللي اتزرعت بطاقه الارض، وحياه الجاموس اللي اتربى في احضان الطبيعه اجتمعوا كلهم في بق كانج وشكر الاكل وقال الحمد لله، وان مفيش وقت انسب من ده علشان يطلع صاحبه ده. وكانج رجع بطبق كيميتشي كانت عمده القريه اديتهوله في الاجتماع اللي فات، ولف اللحم جوه الخضار المتخمر، وتناغم الكيميتشي اللي كان مقرمش وحامض مع لحم الجاموس الغني كان عامل زي وليمه حقيقيه. وبكده فضل كانج ياكل لفتره، ونشر الفيديو اللي صوره وقال ان بقاله وقت طويل ما كلش وجبه دسمه كده، وانه لازم ياكل بالراحه اكتر
اكتر المره الجايه. وفجاه عمده القريه اتصلت بيه ورد فورا وسالها ايه اللي حصل، وقالت له انها كانت خايفه يكون تعب نفسه وفكر كتير في موضوع ظهور الاوركيد من غير فايده، وقال لها انه هيجيبها لها بكره وانه اهتم بيها كويس. والعمده شكرته وهي لسه على المكالمه قالت انها لازم تدفع له مقابل شغله، وكانج قال ان مفيش داعي وانه ما كانش مستني اي مقابل على اللي عمله، فقالت له ما يرفضش ويقبل بأدب المبلغ وانها تبعته بنفسها. وكانج اضطر يوافق وبعدها ودعها وقفل المكالمه. هو حس باحراج كبير ولكنه قرر يعتبره عربون شكر، والمبلغ وصل على تليفون كانج، ولما راح يشوفه اتخض فورا والتليفون وقع من ايده على الارض وهو لسه مصدوم. بص تاني ويكتشف انها بعتت له 5 مليون ون، وكانج اتجمد قدام المبلغ اللي ما كانش قادر يتخيله. وفي الايام اللي كان فيها كاهن طبيعه كان معلمه دايما بيقول له سواء كنت بتنقذ زهرة اوركيد او بتتعلم تواجه عدو، فكونك كاهن طبيعة معناه انك تثبت قدرتك، ولو اخدت اكتر من لازم فالحياة هتحاسبك بشغل اكتر. هو كان بيقول الكلام ده بمنتهى الهدوء، ولكن بالنسبة لكانج 5 مليون ون كانوا مبلغ ضخم جدا، وهو بيرتعش وبيبص للمبلغ قال ده مش 50,000 ده 5 مليون، اعمل ايه بكل الفلوس ديت؟ وفكر انه لازم يرجعها، فحاول يتصل بعمدة القرية تاني ولكن في النهاية توبخ والعمدة رفضت تتراجع ولو خطوة واحدة. هو خد نفس عميق وقال انه مضطر يديها هديه بدل ما يرجع المبلغ، وكان وقت حصاد العنب قرب، فقال انه هيستخدمه علشان يعمل لها نبيذ. وكان استخدم الانترنت واشترى براميل بلوط فرنسي سعته 220 متر، ما كانتش رخيصه لان البرميل الواحد كان ثمنه لوحده حوالي مليون ون، ولكنه قال ان كل قرش اتدفع فيه يستاهل. هو حس بالحنين لايامه ككاهن طبيعه، وكانج بص لبره وقال ان مفيش داعي للاستعجال وهيستنى لغايه ما العنب يوصل لافضل حاله ممكنه. وبره بيت كانج حد خبط على البوابه، كانج ما كانش عارف مين فقام يفتح وفتح البوابه وسال اقدر اساعدك بايه؟ والراجل اللي قدامه ساله لو كان ده بيت كانج، وكانج قال له ايوه وساله هو مين، والراجل عرف نفسه باسم سيون وناول كانج بطاقه عمل وقال انه جه بناء على طلب الاستاذ سيو. وكانج رد باستغراب وقال طلب سيو؟ وبعد شويه جوه البيت الراجل بدا يفحص السقف، وسيو اتصل وسال لو كانت الشركه بالفعل وصلت، وكانج قال انهم وصلوا وانهم بيعاينوا البيت دلوقتي. وسيو قال ان عندهم عين ممتازه في الحرف المحليه وان كانج في ايد امينه. وكانج ساله وهو حاسس بعدم ارتياح لو كانت دي هديته ليه، وقال ان مفيش داعي لكل ده. وسيو رد ان في داعي طبعا لان شكل كانج كان بيقول انه جاهز يشارك اوضته مع الحشرات، وكمل وقال انه هيتكفل بكل التكاليف، فعلشان كده كانج ما يقلقش. وكانج قال انه هيقبل المساعده مؤقتا. وسيو شرح ان النجار هو عم واحد من اعضاء فرقته وانه هيهتم جدا بالموضوع، واضاف ان كانج يقدر يرد له الجميل بعدين بتوقيع لان ابن اخو النجار من معجبينه. وكانج شكره على المساعده، فسيو قال انه هيتصل بيه تاني بعدين، والنجار انهى المعاينه. فكانج ساله عن حاله البيت، والراجل قال ان المطبخ ممكن ينهار مع الاعصار الجاي وان السقف مش هيستحمل فتره اطول بسبب النمل الابيض. وكانج ساله لو كان الوضع سيء للدرجه دي وان بيوت كانت الطبيعه في العاده كان بيتبني جوه الاشجار او الصخور او جوانب التلال، فعلشان كده ما كانش متضايق قوي وافتكر انه هيتعود مع الوقت. الراجل قال ان رغم الضرر اللي النمل الابيض سببه فالسقف نفسه لسه قوي والقرميد حالته كويسه، واضاف ان العوارض والاعمده شكلها متين وان بناء البيت عموما حالته مقبوله، وقال قلقي كله من النمل الابيض لو سبتهم يكملوا البناء هيكون غير مستقر. وبطلنا قال لنفسه ان النمل الابيض عمره ما هيجرؤ يعد بيت كاهن طبيعه، ولكنه ادرك انه ما ينفعش يعاند وساله عن التكلفه، والراجل قال انها مش هتكون كبيره وان الحكومه ممكن تساعد في تغطيه جزء منها. وكانج اتحمس وقال انه هيسيب كل حاجه في ايده، والنجار قال انه هيراجع كل تفصيله بعنايه زياده، وبعد شويه قال انه هيمشي. وكانج اعترف انه كان حاسس بالذنب شويه، ولكن لما عرف ان الحكومه هتساعد حس كأن حمل ضخم اتشال من على كتفه، وقال ان التجديد هيبقى على نطاق واسع. بينما الشمس كانت بتغرب هو ما كانش قادر يستنى لغايه ما البيت يخلص، وكانج فضل باصص للبيت لفتره طويله وهو سرحان في افكاره لدرجه انه ما خدش باله ان الشمس غربت حتى. وبعد كام يوم في سوق جايونج كان في ناس كتير ماشيه حوالين السوق، وكانج واقف باصص للمكان بتركيز.
وفجأة سأله راجل عجوز بيعمل ايه واقف كده، فده خضه وقال له ان شكله كأنه شاف عفريت. والجار سأله لو كان جاي يشتري حاجات، فكانج قال له ايوه. والراجل بص لمشترياته وسأله لو كانت كلها خضار، وقال ان شكلها كله اكل ارانب. وكانج قال انه بيطلب الحاجات التانية من النت علشان العروض. والعجوز قال له انه خس، فكانج شكره. ولما الراجل سأله بيعمل ايه في الناحية دي، كانج قال انه بيدور على اعشاب لانه طلع الجبل من كام يوم وحفر شوية حاجات. والراجل قرر باستغراب وقال اعشاب. فبدأ كانج يشرح له وان قبل كام يوم كان كانج بيجري ورا غزال وهو بيقطع نفسه من التعب، ولا غزال شد حاجة من الارض. وبعدها بص لكانج، والعجوز افتكر ان كانج بيهزر وضحك من تعبير وشه وقال له انه لو كان عاوز يبيع اعشاب كان المفروض يقول له من الاول، وطلب منه يمشي وراه. وقال ان حاجة زي دي محتاجة متخصص. وكانج فضل يتساءل مين المتخصص ده. وفي مقر عمدة القرية العمدة سألتهم هما الاتنين بيعملوا ايه في الحر ده. وكانج سأل لو كانت هي المتخصصة، والراجل قال له انها معرفة مهمة جدا، وشرح ان كانج عاوز يبيع شوية اعشاب. والعمدة قالت اعشاب يعني؟ وكانج قال ايوه، وناولها الكيس البلاستيك. والعمدة خدت تبص كويس للحاجات اللي جابها، وبعدها قلبت الكيس على الترابيزة وكادت تصرخ وقالت ان وسطهم جينسنج بري. في نفس اللحظة الراجل بصق القهوة من بقه، والعمدة بصت لكانج ووبخته لانه حط عشبة بالقيمة دي في كيس بلاستيك. وصراخ عمدة القرية سمع في المنطقة كلها، وجذور نامت لعشرات السنين من غير ما تلمسها ايد بشر وفضلت تمتص طاقة الجبل. كان ده هو الجينسنج البري اللي جابه كانج. كان نادر بشكل خرافي، وقيمته ممكن تبدأ بعشرات الملايين وتوصل لمئات الملايين من الون. والعمدة سألته لا حاجة غالية زي دي فين، وكانج قال انه لقاها قريب من قمة الجبل، وشرح انه بيربي غزال ماء وان الغزال هو اللي حفرها وطلعها. والجار اكد كلامه وقال انه حتى حط له طوق. وسألوها لو كان ممكن يبيعوه، والعمدة قالت انه هيتباع بسرعة جدا. وصورت الجينسنج كام صورة وبعتتهم لجمعية هواة الجامعة وطلبت منهم يستنوا شوية. والست قالت انه صعب تحدد السعر من غير خبير تقييم، ولكنه بسهولة يعادي 30 مليون ون، ومع المشتري المناسب ممكن يوصل لأربع أضعاف المبلغ ده. والعمدة قالت ان القصة اللي وراه بتفرق جدا، زي الحكايات القديمة عن ظهور الأرواح اللي كانوا بيستخدموها علشان يجذبوا المشتريين. اما في حالة كانج فهو تبع البشارة المباركة لغزال محظوظ لغاية ما لقى الجينسنج. والجار قال ان الكلام ده كله فارغ، ولكن الست قالت انها تتولى عملية البيع بنفسها. وكانج شكر عمدة القرية وساب عندها الجينسنج البري. والسيد جيونج وكانج رجعوا ناحية البيت وفضلوا يتكلموا عن جمال بيت العمدة. وجيونج قال ان جوزها الراحل كان رئيس شركة كبيرة وبنى ثروته بنفسه، ولكنه بعد التقاعد معاش شغل 3 سنين تقريبا. والعمدة قضت الوقت ده كله وهي بترعاه. وجيونج قال انها كانت عايزة ترتاح بعد ما ربت اولادها، ولكن جمع الاعشاب علشان تفضل محافظة على حياته هو اللي خلاها حادة وذكية كده. وكمل وقال ان حظها مع الفلوس ممتاز، وان كانج ما يقلقش من موضوع البيع. ووصلت مكالمة لجيونج وبعدها قال انهم لقوا بالفعل مشتري، وقال ان سعر البيع النهائي وصل لأقل بشوية من 100 مليون ون. وكانج اتصدم من المبلغ. وجيونج قال ان الشركة مشهورة هي اللي اشترته، وانه فرحان ان الموضوع نجح. وجيونج ربت على كتف كانج وقال له ما يتغرش بسبب الفلوس لانه فعلا قلقان عليه. وكانج بص لوش جيونج وافتكر لحظة قديمة. في نفس اللحظة ظهرت ذكرى منسية في الحاضر، ذكرى معلم كاهن الطبيعة اللي كان دايما واقف جنبه. وكانج فكر ان بقاله وقت طويل ما حدش قلق عليه كده، وقال انه اول ما الفلوس توصل هيشتري لهم حاجات كتير علشان يحتفلوا. وجيونج قال له يصلح الاول حقل البطاطا بتاعه لان الغزال دمره. وبينما حشرات الصيف كانت بتغني وسط العشب من غير ما حد ياخد باله، كان كانج بيبقى جزء من القرية اكتر واكتر. وبعد ما هديت ضجة الجينسنج البري بدأت عملية التجديد الكبيرة والشاملة لبيت كانج. والراجل طلب منه يبص على الحاجات اللي عاوز يغيرها في البيت، وقالوا انهم شالوا السقف القديم
وهيرجعوه لارتفاعه الاصلي، وكمان هيوسعوا البيت علشان يوصلوه بالحمام الخارجي مع تركيب ارضيه جديده. وكانج قال ان الكلام ده رائع وان البيت اكبر مما كان متخيل، وطلب منه يكمل حسب الخطه. والراجل ساله عاوز يعمل ايه في السور، وكانج طلع رسمه للشكل اللي عايزه، وقال انه عاوز يزرع اشجار تفاح بطول السور الخارجي كده، ويحط بوابه مقوسه مغطاه بالورد الاحمر. والراجل قال ان شوك الورد هيشتغل كسياج طبيعي، وان الافضل كمان يركبوا بوابه آلية. وكانج شرح ان الورد مفيد باكتر من طريقه. والراجل قال انه كمان محتاج يدعم السور الخلفي علشان الامان. وكانج ابتسم وقال انه معتمد على خدماته، وزي تحول الشتاء للربيع جوه المكان بدأ البيت القديم يستعيد شكله بالتدريج، ومكان الهواء بيعرف يمر منه، وضوء الشمس بيرتاح فيه شويه زي البيت اللي كان عايش فيه ايام ما كان كائن طبيعه. المكان ده بدأ يبقى بيت حقيقي. وفي الليله الهاديه والمظلمه دي كان كانج بيتكلم مع سيو في التليفون، وقال له ان التجديدات مش فاضل عليها كتير وتخلص. وسيو سأله لو كان فعلا هينام في البيت الزراعي، وكانج قال ايوه لانه هيبقى محتوى كويس للقناه، وكمان المكان مريح. وسأله اخبار جدول اعماله ايه، واتسمعت اصوات في الخلفيه بتنادي سيو وبتقول ان التسجيل هيبدأ حالا. وسيو رد على كانج وقال انه مشغول جدا الفتره ديت، وانهم قريب هيسافروا في جوله فنيه، وطلب منه كانج ما يضغطش على نفسه زياده عن اللزوم ويهتم بصحته. وسيو قال ان مش اي حد يقدر يبقى نجم غنائي، وان كانج المفروض يقلق على صحته هو بدل منه، وذكر انه هيحاول يلاقي فرصه يعدي عليه قبل ما يسافر اوروبا. وكانج قال انه هيقفل، وسيو قال له ينام كويس. وبعدها انتهت المكالمه، وكان في ابتسامه في صوت سيو، ولكن ما كانش فيه حاجه في الوضع كانت تضحك فعلا. وكان كانج عارف ان سيو بيشتغل من غير توقف، وكان بيتوجع في صمت لانه مش قادر يعمل له حاجه غير انه يشجعه من بعيد. وهو نايم هناك بقى كانت النجوم فعلا باينه اوضح. كان لازم يستنى لغايه ما التجديدات تخلص علشان سيو يقدر يجي ويرتاح في بيته ووسط ضوء النجوم اللي غمر البيت الزراعي. كانج نام بهدوء، وفي صباح اليوم التاني فوق الجبل اللي ورا بيته كانج صرخ في بامبي وقال لها بطلت دمر البراعم اللي في حديقتي. وكل صباح كان كانج بيبدأ يومه بساعة يهتم فيها بالجبل، وكان بيتفقد البراعم الجديدة ويسمع شكاوي الكائنات الصغيرة اللي حواليه، ويهدي الطاقة الطبيعية المبعثرة في الغابة. وطبعا لو الصغيرة ديت ما كانتش بتعمل كل المشاكل ديت كانت المهمة هتبقى أسهل بكتير، ولكن كان صعب يزعق لها، خصوصا إنها هي اللي دلته على الجينسينج البري. ومن وقت ما بامبي بدأت تمشي ورا كانج وتساعده محدش كان هيصدق إنها كانت مصابة من فترة قريبة. وفوق كده التعليمات على فيديوهات كانج فضلت تطلب ظهور بامبي، وكل مرة كان بتظهر فيها عدد المشاهدات بيقفز جامد بالمقارنة بالفيديوهات العادية. وفجأة بصت بامبي بخوف ناحية قلب الغابة، وكانج حس بخوفها ولاحظ وجود هالة غريبة، وتساءل لو كانت أورين اكتشفت حاجة غير طبيعية. واتجهوا ناحية الشجرة العملاقة، وكاهن الطبيعة المرتبط بأورين يقدر يشوف ويحس بكل حاجة بتحس بيها. وكانج فتح عينيه وشاف ان اللصوص اللي ظهروا قبل كده رجعوا تاني، وكانوا بيجمعوا الفطر اللي بينمو في المنطقه. والراجل اللي لابس قبعه فضل يتخانق مع التاني وبيقول له انه بيقطف الفطر بطريقه غلط، وانه بعد كل الوقت ده تابعه لسه ما اتعلمش. والتابع قال انه عارف يعملها صح ولكنه بس استعجل، واضاف انهم لازم ياخدوا بالهم اكتر من دلوقتي لان الجبل بقى ليه صاحب جديد. وصاحب القبعه سخر من شريكه وقال انهم بيجوا المكان ده من سنين، وطلب منه يبطل كسل لان عندهم شغل لازم يخلصوه. وكمل ماشي فلقى مساحه مليانه بفطر الماتسو، فنادى التابع بتاعه وقال له انهم ضربوا ضربه حظ كبيره لان قدامهم كميه ضخمه من الفطر السمين والصحي. وبدا صاحب القبعه يجمع الفطر، وسال التابع ليه واقف مكانه، ونادى التابع على يو وقال له ان في حاجه مش مريحه وحيوانات كتير بدات تبص. ويو سال الحيوانات البريه دي كلها بتعمل ايه هناك، وقال لتابعه ما يخافش ويرجع بسرعه للشغل. والغابه اهتزت وبدا ضباب كثيف ينزل حوالين الاتنين، وبدات الحيوانات
الحيوانات تخبط باقدامها في الارض وهي غاضبه وبدات تقرب من الحراميه، وواحد من الغزلان فتح بقه، ولكن الصوت اللي خرج كان صوت كانج وقال: يبقى انتوا تجاهلتوا تحذيري. البشر بيخافوا من اللي مش فاهمينه. افتكرت ان الخوف هيخليكم تتراجعوا، ولكن واضح ان الطمع كسب. وبتعبير جد كانج قال: وفي الحاله دي ببساطه ما اقدرش اسيبكم تمشوا. والحراميه بداوا يجروا من الحيوانات الغاضبه، وكانج قال: انا هتاكد انكم ما تحطوش رجلكم على الجبل ده تاني ابدا. والحيوانات المختلفه بداوا يجروا ورا الحراميه، والتابع المرعوب سال: ايه المخلوقات دي اصلا؟ ويقال انه ما يعرفش، وطلب منه يجري وما يبصش وراه. والخنزير البري زمجر ناحيه يوب عصبيه بينما كان بيجري باقصى سرعته، وباستخدام اورينك وسيط كاهن الطبيعه يقدر يربط كل كائنات الغابه الحيه ببعضها. والكائنات المرتبطه بالقوه دي بتتحول للغابه نفسها وبتطرد اي متسلل. وكانج قال بانزعاج ان فطر الماتسو كان بيربيه علشان اجتماع القريه الجاي. وبعد جري طويل اللصوص بدأوا ينهاروا من التعب، ويقال ان في حاجه غلط. هم كانوا بيلفوا في دواير، والتابع اصر ان الغابه ديت مش طبيعيه، وقال انهم لازم يخرجوا منها فورا. وهم بيهربوا بقى جريوا مباشره ناحيه بامبي اللي كانت بتحاول تخوفهم وتطردهم. والتابع اتخض وقال ليو انها مجرد غزاله صغيره. ويو اللي قلبه كان بيدق بعنف اتعصب ومسك المجرفه وجري ناحيه بامبي وصرخ فيها تبعد من الطريق، بينما اليأس ظهر على وش الغزالة. وفجأة صوت كانج ظهر وقال: قيدوا رجليهم. والكروم التفت حوالين يو تابعه ورفعتهم في الهواء. وبعد شوية كانج اتصل بعمدة القرية عند مدخل الغابة، وعمدة القرية نزلت من عربيتها وهي غضبانة جدا من اللصوص. وكانج فرح انها وصلت اخيرا، والعمدة بقلق سألته لو كانت صاب ولو كانت عملية الامساك بيهم صعبة، وكمان سألته ليه شكل اللصوص مضروب ومتبهدل كده. وكانج قال انهم يمكن وقعوا هم بيجروا، وبصت لهم بغضب وعرفتهم فورا، وقالت انهم اخيرا مسكوا الاشخاص الصح المره ديت. وضابط الشرطه قال ان مفيش فايده من الانكار لان في تصوير ليهم وهم بيحاولوا يبيعوا المسروقات كمان. وبدا يو يحكي اللي حصل، وقال ان الاشجار مسكتهم وان الحيوانات اتجننت. وبص لكانج وناداه بالتخين وساله لو كان هو صاحب الجبل، وطلب من الضابط يحقق معاه. وقال ان كانج مشعوذ. والعمده بصت له بعصبيه وسالته هو انت قلت ايه؟ واتقدمت ناحيته وهي ماسكه عصايه وناديته بالمجنون، وقالت انهم لازم يلعبوا نط الحبل بامعائه او يلعبوا كوره بجمجمته. كانج اتخض من غضب العمده، والظابط قال انه هياخدهم الاسم علشان يحقق في التفاصيل. وفضل يقول ان الاشجار فعلا كانت بتهاجمهم وان الجبل مسكون. وكاهن ديني سمع كلامه وسال ليه بيقول اكاذيب كده فوق ارض الحاكم. وكانج بص وراه ولاحظ انه كاهن، ولكنه فضل يتساءل هو مين بالظبط. وفي حياته السابقة كان رجال الدين دايما بينقسموا لنوعين في نظره: نوع طماع زي العفاريت، ونوع كان بيستهلك نفسه بالكامل في خدمة ملوكه ومعتقداته. وكهنة الطبيعة ما كانوش جزء من رجال الدين، ولكن حياتهم كانت شبه حياة اللي بيخدموا حكامهم بإخلاص. والعالم كان بيسمي الناس دي الباحثين عن الحقيقة. وكانج فضل يتساءل عن نوع الكاهن اللي واقف قدامه، والكاهن قال بغضب هي السرقة ما كفتكوش دلوقتي كمان هتكذبوا؟ والنصوص بتقول ان اللي يخبي خطاياه ممكن ينجح مؤقتا، ولكن اللي ينكرها بيغرق اكتر في الهوية. وكلامهم ان الجبل مسكون هو اهانة للدير. والظابط قال انهم بيقولوا كلام فارغ علشان يهربوا من المسؤولية، وانه بالفعل راجع تسجيلات كل اللي حصل. وعرفهم بكانج وقال انه الملك الجديد للجبل، وانه جري ورا اللصوص اول ما شافهم بيسرقوا. وكانج عرف نفسه وقال ان بقاله فترة قصيرة بس عايش هناك. والكاهن قال انه سعيد بمقابلته وان اسمه مات وان الدير تحت رعايته. ومات شرح انه خرج علشان يهتم ببعض شؤون الدير، وان التقصير منه لانه ما قدرش ينظم الدخول للجبل بشكل كويس. وكانج قال ان ده مش ذنبه خالص، وكانج هو اللي تسبب في كل الضجة دي. والدير اللي بيشرف عليه مات كان بيشارك ارض كانج في نفس سلسلة الجبل، ومجرد ما يعدي منحدر واحد هيوصل لهناك مباشرة. ومع حجم المسؤولية اللي على كتفه صعب حد يلومه، ومع كده حنى راسه الاول من غير ما يقدم عذر واحد. ومن التصرف ده لوحده كانج قدر يعرف نوع الشخص اللي قدامه. والعمدة فتشت شنط اللصوص وشافت انهم نهبوا المكان بالكامل. هم كانوا سرقوا انواع مختلفة من المكونات اللي ممكن تتباع بسعر كويس. وقالت ان الكاهن وكانج لازم يقسموا الحاجات اللي رجعوها بينهم. وكانج قال ان مفيش داعي لان المكونات كانت اصلا مخصصة لاجتماع القرية الجاية.
ومات قال ان هو كمان مش محتاج حاجه لانها كانت مخصصه للاشخاص الكبار في السن. والضابط قال انه هياخد اللصوص لاسم الشرطه لان في حاجات كتير محتاجه تحقيق، وطلبت منه العمده بكل غضب يعاقبهم بقسوه. والضابط قال لكانج انه هيتواصل معاه بعدين علشان يبلغه بالتفاصيل. وفضلت ستيلا تشتم اللصوص بالوان مختلفه من الشتايم بينما عربيه الشرطه كانت بتبعد. ومع شتايم العمده الرجاله ما قدروش يمنعوا نفسهم من الابتسام. وهكذا طارت مشكله اللصوص زي رياح سيئه وعدت. وبعد كام يوم من التجديد بقى شكل البيت ارتب بكتير من الاول. وستيلا قالت انها بالكده عرفت المكان وانها افتكرت ان الشاب هياخد وقت اطول بكتير علشان يصلح كل حاجه. وكانج قال ان لسه في كام حاجه محتاجه تصليح لكن المفروض ما تاخدش وقت طويل. ومدحته وقالت ان البيت بقى فعلا ينفع يتعاش فيه. وكانج عرض عليها تاكل معاه بما انها موجوده وقال انه هيستخدم شويه مكونات كان حصدها بنفسه. وما رفضتش الدعوه وشكرته عليها. وجاله صوت من عند البوابه بينادي عليه يا كانج. وبطلنا بص ناحيه البوابه وقال الجد جيونج. وجيونج دخل بيت الشاب فكانج ساله ايه اللي جابك هنا. وجيونج قال هل ينفع اخد شويه خس كمان اللي بيتباع في المحلات طعمه مش زي الخس بتاعك. وكانج رد وقال هقطف لك سله كامله تحب اخد لك شويه كرنب كمان ولا ايه. واي حاجه كانت بتعدي من تحت ايد كاهن طبيعه كان بيتميز في الطعم والقيمه الغذائيه ولما تدي النباتات كل اللي محتاجاه بالظبط طبيعي انها تنمو بافضل شكل ممكن. وهو بيحصد الخضار بقى كانج سال هو الكاهن بيبيع صابون. وستيلا قالت ايوه وبيجيب منه لمركز المسنين من وقت للتاني. وكانج تساءل هو الرهبان مش بيعيشوا من التبرعات ولا ايه. وجيونج رد وقال الرهبان بيعتمدوا على نفسهم ومفيش سبب يخلي اتباع الدير يروحوا يزوروه اصلا. وذكروا انهم ممكن يضطروا يوقفوا قريب لان حصاد الخيزران بقى صعب جدا. وستيلا قالت ان الكاهن قلقان من الموضوع ده من فتره. وكانج فضل يسمع كلامهم في هدوء. والاب مات كان باين عليه راجل كويس ومد ايده لمساعده شخص زيه كان شيء طبيعي بالنسبه له. وكانج قرر يفكر في طريقه يقدر يساعد بيها في يوم من الايام. وبعد شويه كانج رجع بطبق حضره بنفسه كانت سلطه الطماطم. وستيلا اتحمست اول ما شافتها وبصت للطبق وسالت هي الشرايح اللي جنب الطماطم دي الجبنه. وكانج اكد لها وقال انه حضر لهم طبق مختلف تماما. وجيونج وستيلا خدوا قطمه ووش الاتنين احمر وبصوا للطبق في صدمه وقالوا ان الاكل لذيذ ومنعش وطعمه حلو. وكانج فرح انهم استمتعوا باكله. وستيلا قالت اللي كانت بتعاني من التهاب المعده ان الوجبه حسيتها زي مرهم مهدئ لمعدتها. اما جيونج فطمع وطلب ياخد شويه طماطم مع البيت. وستيلا وبخته وقالت لو خدت كل حاجه الواد هياكل ايه. وجيونج رد وقال هو مش حيوان بري عايش على اللي بيلاقيه في الارض. وظهرت ابتسامه على وش كانج. وبالنسبه لكاهن طبيعه جمله محصولك طعمه جميل كانت اعلى مديح ممكن يسمعه. وكانج قال هروح اقطف شويه طماطم زياده. والطبيعه بتسعد الناس والناس بدورهم بيرعوا الطبيعه. ولما عرف انه واقف في قلب الدوره دي كانج حس بسعاده حقيقيه لانه عايش ككاهن طبيعه. وفي الوقت نفسه جوه صالون تجميل في منطقه شونجدام واحد منهم قال دي لطيفه جدا وبدا يطلب من الكل يشتركوا في القناه. وقال للبنت انها لازم تسيب تعليق لطيف وهي قالت حاضر هعمل كده علشانه. وسيو ساله هو انت عارف ان دي قناه اخويا صح ولا ايه ليه بتروج لها بالحماس ده يا هيسو. وهيسو رد وقال ده مش ترويج دي محبه معجب مخلص. انا لو فضلت محتفظ بالحماس ده جوايا هتعب. وكمان لازم نزق شويه عدد المشتركين علشان التفاعل يفضل عالي. احنا عارفين الدنيا ماشيه ازاي انك تنزل فيديوهات من غير هدف ممل جدا. ولو دوبلي وقف ينزل فيديوهات هفقد صاحب الاكل بتاعي. وسيو سال باستغراب دوبلي وايه ده. والبنت قالت ده اللقب اللي سميتهوله علشان صوته بيبقى ناعم جدا وهو بيكلم بامبي. هو انت مش حاسس ان الاسم مناسب جدا لجو القناه. وسيو رد وقال مش متاكد قوي. وسالته هو اخوك صاحب القناه ديت اكيد وسيم زيك. وسيو قال طبعا هو زاد شويه في الوزن بعد ما تعب ولكن واحنا صغيرين الناس كانت دايما بتقول انه اوسم مني. وهيسو اتصدم وقال ده كانه تذكره يا نصيب رابحه مستخبيه. والبنت قالت انا فضوليه اشوف دوبلي عامل ازاي في الحقيقه. وفجاه لمعت عيون هيسو. وسيو ساله مالك في ايه. وهيسو قال بما ان الفرقه اصلا مخططه تصور محتوى خاص بيها ايه رايكم نصوره عند بيت اخوك. وفي بيت كانج كانت عاصفه مطر قويه بتضرب المكان وبدا مذيع الاخبار يقول
من المتوقع ان موسم الامطار يبدأ من الاسبوع ده في مختلف انحاء البلاد، ومن المرجح ان العواصف القوية تضرب المناطق الداخلية الجنوبية والوسطى بشكل خاص. وكان كانج ممتد على ارض البيت ومصدوم من الاخبار، وارتاح لانه خلص اعمال التجديد قبل ما العاصفة تبدأ. ومع اخبار امطار نهاية الصيف الموسمية بدأت قطرات المطر التقيلة تضرب السقف بعنف، وكان تجديد النجار للبيت طلع ممتاز فعلا، والبيت كان مريح لدرجة ان مجرد التدحرج على الارض كان متعة خالصة. وكانج كان هينسى انه ما كانش ناوي يجدد البيت من الاساس، وقال دلوقتي مش وقت الكلام ده، وقام علشان يحصد محصوله وهو بيبص على التعليقات، وقال انه رايح قاعة القرية علشان ياكل اللحم وفطر الماتسوتا مع السكان. وكان فرحان لان دي اول مرة يجرب فيها فطر الماتسوتا، ولكنه قال انه لازم ياكل خضار اكتر من اللحم علشان يفضل بصحة كويسة. وكان عدد المشتركين في قناته زاد، ومع الزيادة التعليقات المسيئة زادت كمان، ولكن كان في ناس بتدعمه وبفضلهم قسم التعليقات فضل نظيف نسبيا. وفي عالم مجهول الهوية كان صعب يفهم نفسية الناس اللي بتتكلم بسوء، ولكن كان صعب بنفس الدرجة يفهم الناس اللي بتدافع عن غيرها بكل الحماس ده. ومجرد الاحساس ده كان غالي عليه وكان ممتن ليه. وفي المرحلة دي ما كانش فيه غير شخص واحد لسه مصر على نظرية ان كانج كاهن طبيعة من جنس الأورك. وكانج فضل يتساءل مين الشخص ده، وحصد كمية كافية من الخس والكرنب، ولكنه بدأ يفكر هيروح قاعة القرية ازاي في المطر ده. وأول ما خرج من بيته فهم قد ايه الطريق هيكون صعب، ولكن فجأة لمح عربية جاية من ناحية المدينة، والعربية وقفت قدامه على طول. وسأله جيونج هو انت واقف بره في العاصفة دي بتعمل ايه؟ اركب بسرعة انا رايح نفس المكان. وريحة اللحم والفطر المشوي ارتفعت في الهواء، وستيلا اختبرت الميكروفون والاجتماع بدأ، وقالت ان اللصوص اللي اتقبض عليهم ما كانتش دي اول جريمة ليهم، وانهم ارتكبوا جرائم كتير وتم القبض عليهم رسميا. وشرحت ان خطتهم كانت انهم يخبوا عربيتهم قريب من مدخل القرية ويستخدموا طريق الجبل علشان يسرقوا. وقالت ان الغلط عليهم في المقام الاول، ولكن ادارة القرية برضو محتاجة تتحسن، ومدير المجلس وافقها. فكملت وطلبت من الكل ينتبهوا، وبعدها قالت دلوقتي تسقيف كبير لاكتر شخص ساهم في القرية، والكل سقف لكانج كذا مرة وبان عليه الفرح. وستيلا قالت وبما ان الشاب هو اللي مقدم لينا الاكل كله النهارده يلا ناكل كويس ونحتفل بالقبض على المجرمين الملاعين دول. وراجل كبير بدأ يجرب الفطر وقال ان ريحته وطعمه جامدين جدا، والراجل التاني قال ده رائع، هو المفروض طعمه يبقى حلو للدرجه دي؟ وكانج قرب وسأل وقال هو الاكل عجبكم؟ واول راجل جربه قال دي بقت وليمه كامله. وكانج سألهم تحبوا تجربوه بطريقه مختلفه كمان؟ وستيلا سألت وقالت تقصد ايه؟ فبطلنا قال انا شفت على اليوتيوب ان اكله بطريقه السمهاب بيبقى جميل جدا. وعمدة القريه سألته انت عارف فطر الماتسوتا البري غالي قد ايه وكمان قد ايه نادر؟ ووبخته وقالت لو عاوز تاكله بالطريقه دي استخدم نوع تاني من الفطر بدل ما تضيع ده. وخدت منه اللي حضره وخلته يجربه بنفسه، وسألته طعمه ايه؟ وكان قال حلو ولكن اكله لوحده احسن. والعمده تباهت وقالت مش قلت لك اني صح؟ والراجل قال له اسمع كلام الخبيره، العمده جربت كل حاجه قبل كده. وكان ببساطه ضحك وقال حاضر هسمع كلامكم. والراجل شكره وقال انه من غير كانج عمره ما كان هياكل حاجه غاليه كده، واضاف انه تعود يبيع الحاجات دي ولكن عمره ما اكل منها بنفسه. وكانج قال له كل براحتك هلشويلك شويه لحم. والراجل قال مفيش داعي، رئيس جمعيه الشباب هو اللي مسؤول عن الشوي، ولو انت عاوز تعمل كل حاجه بنفسك فخليك انت رئيس جمعيه الشباب، وعموما لو احتجت اي مساعده كلمني. وكان رئيس جمعيه الشباب في اواخر الاربعينات وكان بيدير مزرعه دواجن، ولما قرب منه كانت ريحة حبوب العلف المجففة باينة حواليه. وفي اللحظة ديت ظهرت فكرة معينة في دماغ كانج، والراجل سأل ينفع اربي فراخ عندي في البيت؟ والعمدة سألته الفكرة دي جات لك منين فجأة؟ وكانج قال هقدر اخد البيض على طول وكمان الكتاكيت شكلها لطيف. والراجل رد وقال الموضوع فيه جانب متعب والمكان بيتوسخ بشكل كبير، انت لسه مجدد بيتك، هو انت ناوي توسخه من اول وجديد؟ وكانج قال فهمتك، وقال لنفسه
نفسه انه لازم يفكر في الموضوع بعناية اكتر، وكان فاكر انه متعود على الطبيعة، ولكن الحياة الريفية فيها اسرار كتير، وكما هو متوقع لازم كاهن الطبيعة يسأل الاول لما يعرفش حاجة. وبعض الافكار الافضل انه يسيبها من غير تنفيذ بعد ما يفهم حقيقتها، زي الشجرة اللي نامت كويس وما بقتش محتاجة تمد فروعها زيادة علشان تحمي ظلها. وتحت الظل ده كانج ادرك ان هو كمان كان بينمو في هدوء جوه القرية. وفي صباح اليوم التاني كان المطر الغزير لسه بينزل على القرية، وكانج قال وصلني 4 تحذيرات طوارئ لغاية دلوقتي، وشكل المطر الغزير هيفضل مستمر فترة. وكمل وقال انا جهزت البيت الزراعي وقنوات تصريف المية، فالمفروض كل حاجة تبقى كويسة. والمشكلة الحقيقية في كروم العنب، لان المطر ممكن يوقعها كلها. وقال انه يقدر يستخدم تعويذة تخليها تنمو اسرع، ولكنه كان متأكد ان ده هيخليه غير جدير بلقب كاهن طبيعة. وقال في نفسه انه واثق في الكورمة وان عليها تتمسك لغاية ما الوقت المناسب يجي. وفجأة جاله اتصال من الجد جيونج، وجيونج قال في التليفون يا ولد. وكانج سأله ايه اللي حصل، وجيونج قال تعالى بسرعة. وكانج سأله بقلق هو انت تعبان؟ وجيونج رد وقال لو انا تعبان كنت هكلم الاسعاف مش انت. البقرة رقم 28 هي اللي تعبانة، والدكتور البيطري وصل ولكنهم مش عارفين يتصرفوا، تعالى بسرعة. وكانج قلق لما سمع كلامه وسأله البقرة تعبانة ووسط الرعد والعاصفة القوية. جري كانج ناحية حظيرة الجد جيونج، وجيونج ناداه من آخر الحظيرة. وكانج سأل هو ده الدكتور البيطري؟ إيه اللي حصل؟ وجيونج شرح إن البقرة رقم 28 فقدت قوتها ووقعت على الأرض، والعجوز كان بيدي الأبقار أرقام بدل الأسماء، وقال إن السبب إنه متعلقش بيهم لأنهم في النهاية هيتباعوا. ومع كده كان وشه شاحب ومرهق. وكانج سأل وقال انقل رقم 34 للحظيرة اللي جنبها، والعجوز قال دي حساسة زيادة عن اللزوم، لو اضطرينا انا اللي هنقلها بنفسي. والدكتور البيطري قال انهم لازم يوقفوا رقم 28 على رجليها الاول، لان الابقار لو فضلت نايمه وقت طويل ده ممكن ياثر على تنفسها. وبعدها سال وقال انت كانج ينفع تساعدني؟ وكانج قال له ايوه، وقرب وساعد الدكتور يرفع البقره. ولما شاف معاناتها الشاب قال استنى لحظه خلينا الاول نهديها. والدكتور رد وقال مستحيل نديها مهدئ لانها حامل. وكانج قال انا ما كنتش بتكلم عن دواء، بما اني بربي غزاله فانا عندي طريقه بستخدمها لما تتوتر. والدكتور قال ده مش وقت هزار. وكانج بدا يدندن جوه الحظيره، والدكتور اتصدم انه بيغني في وقت زي ده، ولكنه لاحظ ان كل الابقار الموجوده في الحظيره بدات تهدى. والدكتور وقف مذهول من اللي بيحصل. وكانج ساله اخبار البقره ايه، تقدر تعالجها دلوقتي؟ والدكتور ساله هو انت مين بالظبط؟ وبعد شويه كانوا قاعدين في بيت الجد جيونج، وكان الدكتور البيطري ماسك فنجان قهوه، وجيونج عرض واحد على كانج، والشاب رفض وقال هشرب ميه بس، انا ممنوع من الكافيين. والدكتور قال ان البقره رقم 28 كان عندها حمى بسبب التوتر، وده خلى الاعراض تبان اسوأ من حقيقتها. واضاف ان صغيرها اللي هو طفلها لحسن الحظ كويس. وجيونج شكرهم هما الاتنين على مساعدتهم، وقال انه اخيرا يقدر يتنفس براحه. والدكتور سأل كانج هو انت عملت اللي حصل ده ازاي؟ الحاجة اللي عملتها من شوية الغنى ده كان فعلا أغنية؟ ازاي الأبقار هديت بالسرعة دي؟ هو ده نوع من السحر ولا ايه؟ هو انت ايه بالظبط؟ وبجد انت بتربي غزالة؟ وكانج اتلجلج وهو بيحاول يشرح، والدكتور فضل باصص له بتركيز. وجيونج سأل ايه كل الدوشة دي فجأة؟ والدكتور قال بيأس ممكن تعلمني الطريقة دي بالظبط المهارة اللي أي طبيب بيطري محتاجها، وبتفيد جدا مع الحيوانات المتوترة وهتساعدني بشكل ضخم. وكانج كذب وقال دي مجرد اغنيه شعبيه غريبه، وشفت على اليوتيوب ان الدندنه بتساعد الحيوانات تهدى، ودي كانت تقنيه من تقنيات كهنه الطبيعه اسمها الدندنه، وبتبان كانها غنى ولكنها في الحقيقه طريقه بتخلي تنفس الشخص ينسجم مع الطبيعه، وما كانتش حاجه ممكن تتعلم او تدرس بسهوله. وجيونج قال انا مش شايف ان الموضوع له علاقه بالتقنيه اصلا، الحيوانات بطبيعتها بتحب كانج، كان لازم تشوف بيك اتعامل معاه ازاي اليوم اللي فات. والدكتور سأل وقال بيك المشهور. وجيونج أكد وقال إن أي حيوان بيقف قدام كانج بيهدى فورا. والدكتور خد نفس عميق وقال أنا شفت شخص زيه قبل كده، حد الحيوانات بطبيعتها بتتابعه من غير سبب واضح، وكان عندي أستاذ في الجامعة عنده نفس القدرة، وكان دكتور بيطري ممتاز. وكمل وقال الحاجات دي بتبقى خاصة بصاحبها، ومهما حاولت مش هتقدر تقلدها، ودي أول مرة أحس إني غيران من شخص كده. وجيونج اقترب
واقترح انهم يكونوا اصحاب ويساعدوا بعض وقت الحاجه. والدكتور اتحمس للفكره وقال انا عندي 29 سنه، انت عندك كام سنه بقى؟ وكانج رد وقال اصغر منك بسنه. والدكتور ساله ينفع اكلمك كل ما تحصل حاجه زي اللي حصلت النهارده؟ الكلاب والقطط سهلين نسبيا، ولكن الابقار والخيول التعامل معاهم صعب. وكانج قال ممكن اساعدك ولكن مش مجانا. والدكتور رد وقال هدفع لك مصاريف الطريق او اي حاجه تانية تحتاجها. وكانج قال انا مش عاوز النوع ده من المقابل، كلمة شكرا او كيس بطاطا هيبقوا اكتر من كفاية. والدكتور فكر ان الشاب ده غريب وبعدها قال له على طول اجابتك غامضة ولكن عجبتني، مستني شغلنا مع بعض. وكانج قال بلاش تتكلم معايا بالرسمية دي، انا وانت جيران والطريقة دي ناشفة قوي. وجيونج فضل يشرب قهوته وهو بيسمع الاتنين بيتكلموا عالم من غير سحر، ومع كده كان في شخص بيهتم بالحياة بطريقة تخليه شبه نوع تاني من كهنة الطبيعة. وكانج انجذب للإحساس المشترك ده وابتسم بهدوء وهو بيفكر في علاقته الجديدة. وبعد كام يوم من الحادثة دي كان كانج بيصور قناته اليومية وسأل المشاهدين بتحبوا أصوات المطر بطريقة ال ASMR. وبسبب موسم الأمطار الطويل كانج واجه صعوبة في الاهتمام بحديقته وحتى خد استراحة من تصوير الفيديوهات. وبما إن المطر النهاردة كان جميل بشكل خاص قرر يصوره، ولان فيديوهاته بقت اقل سيوب بخو وقال له يبقى مجتهد اكتر وينزل اي حاجه مهما كانت. وفكروا كمان ان اعضاء فرقه التراكر ناويين يزوروه قريب وما كانش عارف هيجوا امتى بالظبط، ولكنه كان عارف ان المكان هيبقى مليان دوشه بسرعه. وهو بيصور بقى كانج قال لو ركزتوا كويس هتلاقوا ان صوت المطر بيختلف حسب المكان، كانه تناغم الطبيعه نفسها هي اللي صنعاه. ودخل البيت الزراعي البلاستيكي وسال مش عاجبكم الصوت ولا ايه؟ وكانج حس بحاجه غريبه وبص ناحيه اخر البيت الزراعي وقال لنفسه ايه ده؟ حاسس بحاجه غريبه في الركن ده. وقط كانج قفز من فوق شويه صناديق وكانج بص له باستغراب وقال كنت بتعمل ايه هناك؟ واتسمع مواء تاني غير مواء قطه جاي من ورا. فكانج قرب ناحيه الصوت واتصدم لما لقى قطه متسخه جدا ومعاها 3 قطط صغيره. فساله وقال ازاي القطط دي دخلت هنا وفي نفس الليله الممطره؟ جوه عيادة لاف مياو والبيطرية كان كانج قاعد مستني دوره والقطط جنبه وقال للصغيرين ما تخافوش الدكتور هيكشف عليكم كمان شوية. وكان لها القطة الأم وأطفالها جوه البيت الزراعي البلاستيكي، ولما شاف الأم بترتعش وبتحاول تاخد أنفاسها جري بيهم على الدكتور البيطري، وده علشان يعرف ايه اللي حصل واستخدم تعويذة التناغم. والمشهد اللي ظهر له من خلال التناغم كان للقطة الأم وهي غرقانة من المطر وبتشيل أطفالها وبتنزل بيهم من الجبل بصعوبة وألم. والكهف اللي كانوا عايشين فيه انهار بسبب الأمطار الغزيرة اللي استمرت أيام، فلجأوا للبيت الزراعي البلاستيكي بعد ما جذبتهم كمية الطاقة الطبيعية اللي كانت كبيرة الموجودة فيه. وكانج فهم اللي حصل وأدرك إنها حاربت بكل قوتها علشان تحمي أطفالها. وفجأة الدور جه عليه وكانج بصله وسأله هيو هو أنت فعلا؟ وكان هيو شاف الاسم المألوف في استمارة الدخول وفضل يتساءل لو كان هو نفس كانج اللي يعرفه، واتصدم لانه عمره متوقع يقابله هنا. وكانج ساله هي دي عيادتك؟ وهيو رد وقال ايوه، مع انها صغيره قوي على انها تسمى عياده. وبعدها بص للقطط وسال ايه اللي حصل لهم وكمان جايب 4 مره واحده. وكانج قال لقيتهم في الفناء الخلفي عندي وهم بيرتعشوا وشكلهم بردوا من المطر فعلشان كده جبتهم. وهيو رفع القطه الام وبدا يكشف عليها وقال عندها رشح وفي شويه افرازات في عينيها ولكن مفيش حاجه خطيره وحرارتها كمان نزلت ولو كلت كويس هتبقى تمام. وكانج تنهد براحه والدكتور قال له بس كونهم كويسين واصحاء ما يعنيش انك تطلعهم من الشارع تاني فورا، والافضل ياخدوا التطعيمات ويتعقموا، ولكن ده طبعا لو انت ناوي فعلا تهتم بيهم. وكانج شكره وقال اخيرا اقدر ابطل اقلق عليهم. وهيو قال انا بس عملت شغلي. وبعدها ساله ممكن تساعدني في حاجه للحظه؟ وكانج ساله اساعدك ازاي؟ وهو قام من على الكرسي ومشي ورا هيو والشاب سأله المكان ده ايه؟ وهيو رد وقال هنا بنحط الحيوانات اللي محتاجه رعايه مكثفه. واخدوا لغايه قطه موجوده في قفص. وكانج سأله هي مركبه انبوب تغذيه؟ وهيو قال ايوه هي رافضه تاكل فاضطرينا نديها اكل سائل بالانبوب. وكانج سأله ايه اللي حصل لها؟ وهيو قال ان القطه وصلت في الاول وهي مصابه باليرقان وعينيها واللثه بتاعتها كانوا اصفروا وتحليل الكبد كان سيء جدا، وبعد
الفحوصات والمحاليل الوردية فاتورة العلاج وصلت ل 600,000 ون، ولأن حالتها كانت خطيرة اضطرت تفضل محجوزة في العيادة. وبعد كام يوم تكاليف العلاج المتراكمة وصلت لملايين الون، فصاحبها ببساطة اختفى. وهيو قال لو كان قال ان المشكلة في الفلوس كنا ممكن نوصل لحل، ولكن من وقت ما اختفى هي بطلت تاكل تماما، ومهما قدمنا ليها اكل بتحبه مش بتاكل وبتفضل بس مكورة نفسها. وكمل وقال الحيوانات مش بتتكلم ولكنها بتفهم، هي عارفة ان صاحبها اتخلى عنها. وكانج سأله وانت اللي بتعتني بيها طول الوقت ومفيش تأمين بيغطي الدواء والاكل السائل بتاعها؟ وهيو ضحك وقال جبت من الاخر. وبعدها قال اعمل ايه يعني، انا اقدر انقذها وما ينفعش اعمل نفسي مش شايفها، انا دكتور بيطري ولازم اقوم بواجبي. وكمل وقال على اي حال انا محتاج اغير انبوب التغذية ولكنها مش بتبطل مقاومة، ممكن تهديها زي ما عملت المرة اللي فاتت مع البقرة؟ وكانج قال هبص عليها الاول وقرب من قفص القطة، والقطة حاولت تزقه بعيد ولكن كانج قال لها مفيش مشكلة ما تخافيش، ومد ايده ناحيتها وربت عليها وفورا القطة استسلمت ليه. وهيو حس بالحزن والفرحة في نفس الوقت لانها قدمت خدها لكانج من اول لمسة، اما معاه هو فكانت دايما بتخربشه. وكانج قال القطط بطبيعتها حذرة، وفكر في نفسه ان مفيش حيوان ممكن يرفض لمسة كاهن طبيعة، وطلب منه هيو يمسكها شوية لغاية ما يغير أنبوب التغذية. ولكن كانج قال استنى لحظة، جرب تقدم لها مكافأة بدل الأنبوب. وهيو مسك في ايده قطعة أكل وقال هي مش بتاكل أي حاجة خالص وممكن تعضك. والشاب رد وقال جرب بس. والقطة بصت لكانج بخوف بسيط ولكنه اداها إشارة إن كل حاجة بخير. وهيو قرب ببطء ومدلها الطعام والقطة بدأت تاكل. وهيو اتصدم وقال هي تاكل اخيرا، ازاي ده ممكن؟ وكانج قال فهمت انك شخص طيب وانها ما بقتش محتاجه انبوب التغذيه. وهيو فرح وقال للقطه ليه ما كلتش لغايه دلوقتي؟ كملي كده علشان تقدري تخرجي قريب من هنا. ووقتها بس كانج لاحظ حاجه، ان دوب الكتير المحفوره في ايدين هيو اللي خدها خلال محاولاته المستمره لانقاذ القطه ديت. وكانج حس بالرابطه الدافئه اللي ماشيه بين القطه وهيو، لا دواء ولا حقن، مجرد حاجه اتولدت من قلب دافي. وفي النهاية هيو اتبنى القطة ودي كانت أقوى قوة شفاء في العالم. وفي اليوم التاني جوه غرفة انتظار فرقة راكر كان واحد من أصحاب سيو بيسمع تسجيل المطر بتاع كانج وقال صوته جميل قوي. وعضو تاني في الفرقة قال انت الوحيد اللي بيسمع الحاجات ديت واحنا في عز موسم الشغل. وصاحبه رد وقال انت مش فاهم الجو. وسيو قال كنت متأكد ان كانج خلصت منه أفكار التصوير، ولكن صاحبه قال الناس في التعليقات لسه مستمتعين بيه. على أي حال ريجيم وحيوانات ودلوقتي كمان ASMR. وبعدها اضاف وقال في النهاية الموضوع كله راحة نفسية في الريف. والمدير نادى عليهم وقال ان موعدهم التاني قرب، والكل بدأ يخرجوا من غرفة الملابس. ولكن سيو لاحظ ان واحد من الاعضاء ما قامش من مكانه فقال له اصحى يلا نمشي، ولكنه ما خدش اي رد. وسيو بص له كويس بقلق وسأله هو انت كويس؟ وباقي الاعضاء قربوا منه وهم مش فاهمين ايه اللي بيحصل. وواحد منهم قال ان جسمه مولع من الحرارة، وزميلهم قال لازم نوديه المستشفى. وجيروم قال هرتاح بعدين، ده مجرد برد، هاخد دواء وهبقى كويس. وسيو قال له ما تقلقش من الجدول، لو حرارتك ما نزلتش لازم جدا تتحجز في المستشفى. وصاحب سيو قال له ما تضغطش على نفسك عشان الحالة ما تسوقش، وناوله خافت حرارة. وبعدها قال انت ليه دايما بيجيلك برد؟ انت تقريبا بتقضي نص سنة عيان. وجيروم قال له بطل زن. وسيو قال بما انك تعبان كده مش هتعرف تيجي معانا الريف. وجيروم رد فورا وقال انا جاي طبعا، ده محتوى الفرقة بتاعنا، هو انتوا فاكرين انكم هتتصوروا من غيري ولا ايه؟ وعضو تاني سأله هو انت متأكد انك ينفع تظهر قدام الكاميرا بالهيئة ديت وانت سليم؟ بتبقى جمال لا يقدر بتمن، لكن وانت عيان بتتحول لشخص تاني خالص. وجيروم قال هضربك على بقك. والعضو رد وقال طب بطل تمرض.
وجيروم اصر وقال انا مش عيان. فباقي الاعضاء ضحكوا. وفي اليوم التاني جوه سوق جايانج التقليدي، جيونج سأل وقال انت انقذت شويه قطط شوارع؟ وكانج قال ايوه، سبت الام عند الدكتور البيطري علشان يعمل لها عمليه تعقيم، وانا برعى الصغار في البيت مؤقتا. وجيونج قال علشان كده اشتريت كل الالعاب ديت. وبعدها اضاف وقال كويس انك تربيهم علشان يصطادوا الفيران والحشرات. وكانج قال انا مش بربيهم علشان كده. وكمل وقال كنت بفكر اعدي على المشتل. وهيو قال ان القطط بتحب اوراق البريلا. وجيونج بص له وقال دي مش بريلا، ده نعناع قطط، الواضح ان انت اللي هتتعبنا اكتر من القطط نفسها. وبعدها قال بما اننا نزلنا الشارع فهنعدي كمان على محل التوفو اليدوي، عاوز اشتري مرقه فول علشان اعمل كونجوسو. وكانج مشي وراه وكان محرج لانه لخبط بين اوراق البريلا ونعناع القطط. وفي اللحظه دي تمنى لو يلاقي حفره يستخبى فيها. وبعد شويه وصلوا المحل التوفو اليدوي، وكانج اتكلم مع صاحب المحل والراجل سأله هتاخد الطلب المعتاد ولا ايه؟ وكانج قال انا عاوز 3 قطع توفو وزجاجتين مرقه فول صويا. وفجأة صاحب المحل بدأ يتصرف بغرابة وكح شوية. وكانج تساءل ليه بيتصرف كده، كان في حاجة غريبة جدا. وببطء كانج بص وراه وبيقول في نفسه ليه الراجل ده حواليه هالة مريبة كده. والراجل لاحظ ان كانج مركز معاه فنزل قبضته على وشه وخرج من المحل. وصاحب المحل شكره وقال له اتفضل عندنا في اي وقت. وجيونج سأل ايه اللي بيحصل؟ مين الراجل ده؟ وصاحب المحل قال وهو بيرتعش من الخوف ده مجرم كان فرد عصابة في سيول وخرج من السجن واتنقل يعيش هنا. وجيونج قال يا رب ما يحصلش اي مصيبة في البلدة. وكانج فضل باصص ناحية الباب وهو بيتساءل مجرم. وكان الراجل بيمشي وسط الشوارع ووجوده لوحده كان بيخلي كل الناس اللي حواليه متوترين. وده كان ملخص حلقة النهاردة. اعملوا لايك بقى واشتركوا علشان تشوفوا فيديوهات اكتر. نشوفكم المرة الجاية وكان معكم تركي. سلام.